بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أصحاب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض ميني تورت. الاسبونج هنعمله نص كيلو اسبونج، عليهم 7 بيضات ومعلقة محسن جل ومعلقة ونقطة فانيليا ونص كوباية مية. وهنضربهم كويس أوي لمدة 10 دقايق. وانا بعد ما خلصتهم عملت صاج 30 في 40 فانيليا، والصاج التاني حطيت عليه معلقتين كاكاو وضربتهم كويس وحطيتهم في صاج تاني. كده بعد الصاج ما اتخبز وطلع من الفرن، قعد في الفرن 10 دقايق، من 12 من 12 ل 12 دقيقة. بعد ما برد قلبته. الصاج ما شاء الله عليه، الكيكة طالعة عالية جدا، تفاح حلو وطرية. هبدأ بقى اقطعها. القطعة دي مقاس 10. هنيجي هنا نضرب الكريمة، نحط الكريمة واحط عليها بحط المية الاول متلجة واحط عليها السكر، ادوبها الاول مع معلقتين لبن بودرة. بعدين بحط الكريم شانتيه، معلقتين كريم باستري، دي الفانيليا. بحط ورق فاكيوم في القطاعة علشان تمسك الكيكة، تخليها متساوية وشكلها حلو. ببدأ احط في القاع رقة كيكة، واحط الكريمة، وبعدين احط اللي انا عايزاه بقى، الجيل اللي انا عايزاه، بالطعم اللي انا عايزاه، الكراميل او الفراولة او المانجا. ده جيل الكراميل او المانجا تقريبا، لحد ما اخلص الطبقات. بحط فيها اللي انا عايزاه، مكسرات، نوتيلا بيضة او نوتيلا شوكولاتة. حطيت هنا جيلو الفراولة، ممكن احط قطع فواكه، فراولة او مانجا. ببدأ أكرر العملية لحد ما أخلص الكمية بالطريقة اللي أنا عايزاها. هنا نسيت أحط ورق الفاكيوم، وهطلع وهرجع أحطه تاني. هنا بينت الحشو أكتر. دي نوتيلا بيضة. نوتيلا لو كانت ماسكة شوية بنحط لها حبة زيت. دي بقى بدأت في كيكة الشوكولاتة، هنحط لها جناش.
الطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده، وابدأ اسوي الوش. الكيكة ما شاء الله كانت عالية وكان ارتفاع حلو خالص. دي كنت حاطه لها نوتيلا مسيحاها بزيت. بتمنى من المشاهدين اللي لسه بيشوفوني لأول مرة يعملوا اشتراك ولايك وفعل الجرس على الكل. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفادوا منه كويس. هي تقريبا كل حاجة واضحة قدام الكاميرا. كده انا خلصت، بدأت افنش. حطيت بقى هنا جيل الكراميل. انا حطيت شوكولاتة مبشورة على النوتيلا البيضة، وحطيت على الفراولة جيلو فراولة. اللي حشيتها حاجة حطيت فوقها وشها بالظبط. انا حطيت هنا نص شوكولاتة مبشورة ونص جيلو مانجا. بصراحة الناس اللي اكلتها شكرت فيها قوي. ده بسكوت اللوتس، لقيت شكله هيبقى افضل مع جيل الكراميل. كريسبي ملون. انا حطيت جناش شوكولاتة، وهنحط النوتيلا برضو على وش اللي احنا حاطينها في قلبها نوتيلا. دي كنت حاطه نوتيلا بيضة على نوتيلا شوكولاتة، مقلبهم مع بعض، عطوني طعم جميل قوي. انا بدأت افنش خالص. يا رب يكون الشكل بس عجبكم. مع السلامة.